السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. انا عايزك بالله عليك تسمع الفيديو ده من اول ثانيه كده لحد اخر ثانيه وتطبق كل كلمه انا هقولها لك، لان الفيديو ده اقسم بالله العظيم مهم جدا جدا جدا، ويمكن اهم فيديو باذن الله هتشوفه النهارده. هو والله لو اتبعت الخطوات اللي انا هقول لك في الفيديو ده فانا اضمن لك بعد ربنا انك تجيب المجموع اللي نفسك فيه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وخلينا قبل ما نبدا الفيديو زي ما احنا متعودين نصلي على النبي تاني صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لو ما تعرفنيش انا محمد حسن، طالب بكليه الطب البشري. لو ما عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك يا صديقي، ويلا بينا. الفترة دي لما كنت في ثانوية عامة اللي هي فترة المراجعة النهائية اللي انت مضغوط فيها يا صديقي، مش ملاحق اصلا حرفيا انك تلم المحاضرات، وهدفك الاول والاخير انك تخلص محاضرات المستر بتاعك. ولكن يا صديقي ده اللي بيفرقك عن واحد تاني، عن واحد جاب طب، عن واحد هندسة. اللي انا بعمله غلط ده يا دكتور؟ ايوه اقسم بالله اللي انت بتعمله ده غلط. انا كمحمد في الفترة دي انا كنت بعمل ايه؟ كنت بدور على نقاط الضعف بتاعتي وبحاول اقويها. كنت بعمل ايه؟ كنت بدور على نقاط الضعف بتاعتي وبحاول اقويها. بمعنى ايه يا دكتور؟ بمعنى يا صديقي انا عايزك تجيب ورقه وقلم كده، ورقه وقلم، وتروح تقعد على المكتب بتاعك وتعمل لي خطين، او انا باذن الله هعمل لك الجدول ده بقى انزله لك على جروب التليجرام. عايزك تكتب في الخانه الاولى اللي هي المواد عندك، مثلا انك لو علم علوم اكتب عربي، انجليزي، فيزياء، كيمياء، احياء. تمام كده؟ وعندك لو انت علم رياضه اكتب الرياضه بتاعتك، ولو انت ادبي اكتب المواد الادبي بتاعتك. طيب بعدين يا دكتور تعمل لي في السطر الثاني او الخانه الثانيه كده نقاط الضعف. في الفيزياء مثلا انا عندي مش بعرف احل كويس في الفيزياء، تمام. مثلا في الكيمياء انا عندي مشكله في حل مسائل الباب الثاني. في العربي انا عندي مثلا مشكله في الوحده الثانيه نحو، وحدد بقى في الوحده الثانيه نحو ولا درس كذا. عندي مثلا في الانجليزي مش بعرف اترجم اصلا يا دكتور الجمله نهائي، مش بعرف اصلا احل الباراجراف، مش حرفيا كميه الجرامر مش عارف الم افكارها. فانت تكتب قصاد كل ماده نقطه الضعف بتاعتك، وتعمل ايه بقى؟ وتحاول تقويها. لانك والله لو ما قوتش نقاط الضعف بتاعتك دي، انا عايز اقول لك ان نقاط الضعف بتاعتك دي او الحاجات اللي انت مش متقنها دي هي دي اللي بتيجي في الامتحان. والله العظيم هي دي اللي بتيجي في الامتحان للاسف. وانا كمحمد حسن كواحد دخل امتحانات ثانويه عامه بقول لك كده، لان انا اتقرصت امتى؟ في امتحان الاحياء. اقسم بالله نقصت في امتحان الاحياء ما يقارب ب 12 درجه، 12 درجه فيما فوق، هي 12 درجه او 13 مش فاكر بالظبط. بالرغم انا مقفل معظم المواد بتاع ثانويه عامه، الا انني نقصت 12 درجه في الاحياء، بس الحمد لله ربنا استر ودخلت طب بشري برضه. فانا مش عايزك تغلط في الخطا ده، لانك ممكن تنقص 12 احياء ومش عارف 14 عربي. ليه نعمل ده كله؟ بالله عليك يا صديقي، انت عملت الجدول بتاعك، كتبت المواد، كتبت نقاط الضعف بتاعتك، اكتب بقى ازاي احل المشكله دي او ازاي اتغلب على المشكله دي. طب اتغلب على المشكله دي ازاي؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في الفيزياء مثلا انت مش بتعرف تحل المسائل. هتقول لي يا دكتور انا مش بعرف احل المسائل بس للاسف اشترطت في المراجعه النهائيه. هقول لك خش على اليوتيوب يا صديقي، خش على اليوتيوب، جرب المدرس، اكتب مثلا وليكن مثلا مش فاهم الفصل الثاني، اكتب مثلا شرح الفصل الثاني، تسمع الشرح، تروح تحاول تحل مع نفسك. والله عرفت تحل مع نفسك بعد ما سمعت المدرس ده، بعد ما سمعت المدرس اللي انت اتفرجت على شرحه، وليكن مثلا مستر محمد عبد المعبود، سمعت شرحه وعرفت تحل مع نفسك، خلاص هو ده اللي تاخد معاه، هو ده اللي تاخد في فتره المراجعه النهائيه. طب يا دكتور انا المشكله اشتركت اصلا في فتره المراجعه النهائيه. مش مشكله يا صديقي، ال 200 جنيه دول مش هيموتوك، ولا ال 150 جنيه دول مش هيموتوك. حرفيا ال 200 جنيه دول ممكن 200 جنيه ممكن تدفع قصادهم 200,000. 200,000 ازاي؟ لانك مثلا بعد الشر يعني لو ما جبتش مجموع في ثانويه عامه فانت هتلجا انك تخش جامعه خاصه او جامعه اهليه، والجامعه الاهليه حاليا اقل جامعه اهليه ب 150,000، الجامعه الخاصه بتبدا من 250,000 وانت طالع. فتدفع 200 جنيه ولا تدفع بعدين 250,000 و200,000 و150,000؟ لا يا عم انا ادفع 200 جنيه، ما عنديش مانع ان انا ادفع 200 جنيه. الدرجه بتقف عليك بفلوس. فالفيزياء انا هتعمل ايه مثلا؟ وليكن في الفيزياء هجرب مدرس تاني. انا مثلا مدرس المنصه مش بعرف احل معاه، اروح اسمع على اليوتيوب المدرس مثلا مستر محمد عبد المعبود او مستر دكتور كيرلي اللي افهم معاه تمام كده واعرف احل عن طريقه. مش تفهم بس، تعرف تحل كمان.
مش كل اللي بيفهم بيجيب مجموع، مش كل اللي بيذاكر بيجيب مجموع، مش كل اللي بيذاكر بيجيب طب. لا، اللي بيعرف يحل هو اللي بيجيب طب، اللي بيعرف يحل هو اللي بيعرف يجيب مجموع يا صديقي. فزي ما انا قلت لك، جرب كذا مدرس، سواء اشتركت في المراجعه النهائيه او لا، المدرس اللي تعرف تحل معاه هو ده اللي تكمل معاه. عايزك بقى تطبق القاعده دي على كل المواد حرفيا. هديك بس كده حاجه صغننه، لو انت مثلا تركيزك بيقل او مثلا بتنام كتير او ما بتعرفش اصلا تركز في وقت المحاضره ومشتت، هات اوميجا 3. هنزل لك برضو شريط اوميجا 3 لازم يكون اصلي، هنزله لك برضو على جروب التليجرام الصوره او العلاج اللي انا كنت باخده في الفتره دي في المراجعه النهائيه. وعلى فكره اوميجا 3 لازم يتاخد قبل الامتحان بشهر على الاقل، عشان مفعوله بيبدا بعد شهر. يعني ما تقوليش مثلا ناخد اوميجا 3 في ليالي الامتحان، مش هيعمل حاجه. حرفيا تاثير الاوميجا 3 لما تاخده في ليله الامتحان هيشتغل تاثيره بعد ما تخلص الامتحانات. لذلك انا بقول لك لو هتاخد اوميجا 3 خده من دلوقتي. وهنزل لك برده العلبه الاصليه على جروب التليجرام، هاتها من اي صيدليه يعني. بيني وبينك كده محمد يا حسن، انا عندي مشكله في الانجليزي. اتفضل قول مشكلتك. انا للاسف مش بعرف اترجم السؤال. والله العظيم يا دكتور انا مش بعرف اترجم السؤال. يعني بحافظ الكلمات ومذاكر وسامع الفيديوهات، بس مش بعرف اترجم السؤال اصلا عشان اعرف احل. القطعتين اللي هم ب 16 درجه مصيبه، مش بعرف اصلا احل فيهم، مش بعرف اقراهم حرفيا. ده لو جبت 5 من 16 في القطعتين ده يبقى ربنا كرمني، ربنا كرمني. الاساي مش بعرف اصلا اعمل فيه جمله. وعايز اقول لك ازيدك من الشعر بيت ان انا لسه ما بداتش اصلا. طيب مشكلتك دي هنحلها مع بعض ازاي؟ هقول لك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. باذن الله يا صديقي هنشرح لك منهج الانجليزي كامل على هيئه افكار. يعني مثلا بص للصورتين دول، الصورتين دول يا صديقي دول يونت 1 على هيئه افكار او على هيئه مسارات. بمعنى هتخلص الحصه من هنا انا عايزك تروح تحل في اي كتاب خارجي. استحاله يقف قدامك سؤال، استحاله. طب ليه؟ لان احنا مجمعين لك الافكار دي من كتاب جيم وكتاب العمالقه ونماذج الوزاره والنماذج الاسترشاديه وامتحانات السنوات السابقه. هل الموجه هيجيب لك افكار بره الافكار دي؟ استحاله. والكلام ده احنا عملناه مع دفعه 2025 والحمد لله يا رب العالمين جت والله العظيم 9 اسئله بالنص في الامتحان. تمام؟ فلو عندك مشكلة في الانجليزي احنا لسه هنبدأ المنهج من الاول خالص، والله هنشرح بالتفصيل الممل. هنعرفك ازاي تتعامل مع القطعة، ازاي تكتب اساي، ازاي اصلا تحل الجرامر، ازاي تستخدم سياسة الاستبعاد. حرفيا هخليك تحل السؤال ب3 طرق. اول طريقة مع بعض كده طريقة الفهم، هفهمك. طريقة طريقة الفهم ما جاتش معاك سكة، اعرفك ازاي تحل بالاستبعاد. طريقة الاستبعاد ممكن ما تنفعش برضو مع بعض الاسئلة يا دكتور، هفهمك بقى طريقة البصمجة. اول ما تلمح كذا خد كذا، اول ما تلمح كذا خد كذا، ودي تبقى طريقة فعالة جدا في الجرامر. تمام كده؟ طيب للاسف ماشي يا دكتور احنا عرفنا ممكن نتعامل ازاي مع الانجليزي. ما هو المشكلة ما فيش حد بيتابعنا اصلا. انا اصلا لما دماغي بسيب نفسي كده مع دماغي واسيب دماغي لنفسي والدنيا سداح مداح كل شيء متاح، فيا مشتت جدا. انا هقول لك يا صديقي ضمن المعسكر احنا باذن الله عاملين لك يوم جمعة من كل اسبوع بيتواصل معاك دكاترة ومهندسين من الدفعات السابقة، بحيث هيمشوك على الطريق المظبوط. عايز تعمل مثلا جدول مثلا للمواد كلها، او مثلا عايز تعمل جدول للانجليزي او عندك مشكلة في الانجليزي، هم هيكلموك باذن الله كل يوم جمعة في الفون تحكي لهم المشاكل بتاعتك، وباذن الله يعملوا لك جدول. لو عايز جدول بناء لازم الجدول يكون بناء على الحالة بتاعتك، بناء على ظروفك انت، فيسمعوا ظروفك وبناء يا صديقي على كده هيعملوا لك الجدول بتاعك زي ما كانوا بيعملوا لنفسهم بالظبط. والحمد لله بقينا دكاترة، ومنا برضو لو انت علم رياضة هيتواصل معاك مهندسين، لو انت علم علوم هيتواصل معاك دكاترة باذن الله من الدفعات السابقة من ضمن المعسكر. فيا صديقي لو عايز تنضم للمعسكر هسيب لك باذن الله رقم واتساب تقدر تتواصل معاه. هنبدا المنهج من الاول خالص، والله العظيم دي فرصتك الاخيره يا صديقي. بس ملحوظه كده، احنا في المعسكر ده هدفنا التقفيل. بمعنى ايه؟ بمعنى يا صديقي انت لو داخل تلعب بالله عليك يا جدع ما تخش المعسكر، احنا في غنى عنك. انا عايز حد ناوي يخش يقفل الانجليزي، انا هاخد بايدك كده واقول لك يلا نقفل الانجليزي. لكن داخل تسمع الكورس بتاعنا او المعسكر بتاعنا زي اي معسكر كده والسلام، وتسمع المحاضرات وما تحلش بالله عليك ما تخشش، بالله عليك يا جدع ما تخشش. مش هطول عليكم اكتر من كده يا شباب، وفقك يا رب. وخدها نصيحه يا ابني، اعمل اللي عليك في الوقت المسموح ليك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. استودعكم الله
لو ما عملتش اشتراك يا صديقي اتمنى انك تنزل تعمل اشتراك وتعمل لايك يعني عشان الفيديو ده يوصل لزمايلك وتكون السبب فيه يعني بعد ربنا. والسلام عليكم.